هاي، صباح الخير. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. تعالى اقول لكم ازاي نبدا الترم التاني صح بكل نشاط وشغف وننظم وقتنا كويس وتكون بدايتنا صح. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على السريع. بما اننا خلصنا الترم الاول وشوفنا نتيجتنا او لسه هنشوفها، فتعالى اقول لكم كلمتين بخصوص النتيجه. اولا انا عايزاك تنسى موضوع النتيجه ده خالص. يعني انت لو ما جبتش الدرجه اللي انت كنت عايز تجيبها او انت بوظت في الدرجات خالص وهتقف معاك في الترم التاني على الدرجه، عايزاك تنسى خالص الدرجه او التقدير اللي انت جبته مهما كان ده تقديرك ده كان ايه. اسعى دايما للافضل، فانت ما تزعلش بخصوص الدرجه او التقدير اللي انت جبته وهتعوض باذن الله في الترم التاني. فتعالى اقول لكم ازاي نبدا الترم التاني صح وننظم وقتنا كويس. اول حاجه وهي انكم انتوا تتعلموا من اخطاء الترم الاول. فانت لو في ماده معينه قصرت فيها في الترم الاول وجبت درجه فيها وحشه او تقدير فيها وحش، فانت لازم تهتم فيها في الترم التاني علشان تحسن من اخطاء الترم الاول وكمان تقفل الماده في الترم التاني. انت كده اتعلمت اخطاء الترم الاول، ان انا ما اهتمتش بالماده دي من اول السنه كويس او انا ما اديتهاش حقها كويس، فانا لازم اهتم بيها الترم التاني علشان التقدير بتاعي يكون عالي فيها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نجيب دفتر زي كده او كشكول او اي حاجه، هنبدا ان احنا ندون فيها الملاحظات بتاعتنا بتاع الترم الاول والاخطاء اللي احنا هنتعلم منها في الترم الثاني واللي احنا وقعنا فيها في الترم الاول. فاحنا هنجيب كشكول زي كده او دفتر، هنبدا ان احنا نخليه للترم الثاني وهنكتب فيه الملاحظات بتاع الترم الاول، وكمان هنعمل جدول يومي. الدفتر ده يساعدنا كتير في تنظيم وقتنا. تاني حاجه وهي انك انت تبدا يومك بالصلاه والقران والاذكار، وعود نفسك دايما على الصلاة في وقتها، وادي للجانب الديني اهتمام زي ما بتدي للجوانب الاخرى اهتمام. فلما تعود نفسك على الالتزام بالصلاة والقرآن، دي اول خطوة تخلينا ان احنا ننتظم في حاجات كتيرة. تالت حاجة ننظم وقتنا صح ونعمل جدول يومي نمشي بيه، ونحاول نذاكر المنهج اول باول وما نراكمش علينا المواد، لان احنا الترم ده عايزين نعوض مش عايزين نراكم. فانت ما تراكمش خالص الماده اللي هتاخدها النهارده، هتبدا انك انت تذاكرها اول باول. يعني لو خدت النهارده درس واحد هتبدا انك انت تذاكره في الاول كده، هيكون تعبنا بسيط. يعني احنا هنذاكر في اليوم ساعه ساعتين اكتر حاجه، يعني لان احنا بنكون لسه بادئين في المنهج، يعني ما لحقناش تراكمنا اي حاجه. فانت ما تراكمش حاجه علشان ما تتعبش بعدين. رابع حاجة وهي ان احنا نحاول نسبق المدرسين علشان الترم التاني اقصر بكتير من الترم الاول، فمش هيكون معانا وقت ان احنا نلحق نراجع والكلام ده كله ده. لا، احنا نبدأ ان احنا نسبق المدرسين. لو معانا ساعة ساعتين في اليوم زيادة نبدأ ان احنا ناخد درس من كل مادة ونسبق المدرسين، لان الترم التاني اقصر بكتير من الترم الاول. الترم الاول كان 4 شهور، اما الترم التاني حوالي 2.5 شهور. فانت علشان تحاول انك انت تسبق المدرسين علشان الترم ده قصير جدا. خامس حاجة وهي ان احنا ننام بدري ونصحى بدري وننام الوقت الطبيعي بتاعنا من 6 ل 8 ساعات. فنعود نفسنا ان احنا ننام بدري علشان جسمنا يكون نشيط كده في بداية يومنا، وان احنا نقدر نكمل باقي اليوم بتاعنا ونروح الدروس بتاعتنا ونبدأ ان احنا نذاكر ونعمل كل اللي علينا في يومنا. وعشان ما نأهملش في دراستنا فاحنا لازم ان احنا ننام بدري ونصحى بدري. يعني ما تضيعش وقتك على النت طول الليل وتنام مأخر وتصحى مأخر ويومك يضيع منك. لا، انت لازم تعود نفسك انك انت تنام بدري وتصحى بدري. اللي بعديها احنا لازم نتجنب اي حاجة بتبوظ نفسيتنا وبتتعب نفسيتنا في يومنا. يعني انت مثلا انت بتتضايق ونفسيتك بتكون وحشة انك انت مثلا مذاكرتش في يومك او ما عملتش كل اللي عليك. مثلا انت النهارده كان المفروض انك انت تذاكر وصاحبك طلب منك انك انت تلعب كوره، او صاحبتك طلبت منك انك انت تخرجي معاه وسبت المذاكره بتاعتك وطول اليوم بقى وجيتي في اخر اليوم مش عارفه نفسيتك بايظه من ايه بسبب انك انت ما ذاكرتيش وعملتي كل اللي عليكي في يومك. فده هيبوظ نفسيتك وهيتعب نفسيتك كتير جدا لانك انت ما عملتيش كل اللي عليكي في يومك. فانت حاولي انك انت تعملي كل اللي عليكي في يومك علشان تحافظي على نفسك. بس كده انتهينا من الفيديو بتاعنا. ما تنسوش انكم انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. باي.